الأشياء تظهر وين؟ على رزق الإنسان. مثلا سوء الخلق في البيت، واحد أخلاقه سيئة في البيت، مع أصدقاء طيب، يا أهل يشوفه سلام أهلا ومرحبا شلونك حبيبي حياك الله، يروح البيت عبوس قمطرير، حتى سلام ما يسلم. ها سويتوا الغداء؟ شو زين أنت كنت بالشارع تضحك ويا الناس، اعتبر ذولا أهل البيت من الشارع فاضحك وياهم، تبسم. هنا البسمة مالتك فيها أجور، فلوس، فيها ثواب عظيم، جنة. البسمة في الأسرة جنة، الضحكة في الأسرة جنة، كلمة طيبة مع البنات مع الأولاد مع الزوجة في الأسرة جنة. أقول جنة أخبار عندنا، الله ما يقبل إلا ثواب الجنة لهذه البسمة وهذه الكلمة. فلماذا واحد يدخل البيت عبوس قمطرير؟ حتى لو عندك هموم الدنيا قف عند باب البيت، يعرف ذولا الآن ناس راح تدخل عليهم، انفض همومك وأحزانك وادخل. وكذلك المرأة في البيت أيضا يجب أن تهيئ جو طيب لزوجها إذا رجع من العمل، فلا تستقبله بهموم الدنيا وكذا. لأن بعض النساء هالشكل تنتظر لما يجي زوجها، التفت كيف، وتبدأ تطرح عليه قائمة كاتبتها، ومتى وقت الغداء لما يريد يتغدى ياكل له لقمة، هناك تبدأ القضايا حتى الأكل بسرعة ينهضم. سبحان الله. على كل حال فهذه أمور موجودة. الأخلاق مع الأسرة، الأخلاق في البيت تفتح أبواب الرزق. أنا بعض الشباب يسألوني، بعض الشباب يسألني، بعض الرجال يسألني، يقول لي شيخنا قضايا الرزق متوقفة. أقول له حسن مباشرة من دون كلام، أقول له حسن أخلاقك في البيت وشوف أبواب الرزق. يتعجب، أقول له صدقني هذه أخبار، أنت لما حكيت أنا أقول لك إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. حسن أخلاقك في البيت. وبالفعل يجيني بعد فترة يقول مولانا الله سبحانه وتعالى فتح علي أبواب الخير، الآن أنا مرتاح. أيضا واحد يكون في الأسرة ما يكون رقيب في الأسرة، يكون رحيم. لأن واحد أحيانا في الأسرة يكون رقيب، يسأل عن كل شيء ويتحقق. هذا اللي يتحقق كثير بالأسرة، سكرات الموت تشتد عليه، لأن كل شيء له حساب. لا تصور واحد يجي في البيت ويسأل ويبرز عضلاته، وهذه شنو وذي كذا وهذه كيف وهاي، هذه كلها ما مطلوب. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رب العالمين يذكر بالقرآن القضايا اللي إلها علاقة بالأسرة وبمصير الأسرة يمكن واحد يتدخل فيها بهدوء، لكن هاي القضايا الاجتماعية والعلاقات والقضايا اللي إلها علاقة في البيت والأثاث والطبخ والعلاقات مع الأولاد لا تسأل كثير فيها، لا تتحقق كثير فيها. هالشكل اجعل الأمور كذا، لأنه من شدد في الأسرة شددت عليه سكرات الموت. اتأمل التعبير، هناك طالعة سكرات الموت جسمه. وخصوصا إذا كان مثلا عنده نوع من التشدد مع الوالدين، فهناك نوع من العقوق، سكرات الموت تطول. مثل هذا الشاب الأنصاري الذي جاء الشبان قالوا يا رسول الله هذا شاب صار له 3 أيام يعالج سكرات الموت. فجاء رسول الله ويعلم أنه هذا شاب من أصحابه يصلي في المسجد وكذا وحسب الأصول، لكن عنده مشكلة. هاي المشكلة ظهرت في سكرات الموت، ما كان أحد يعرفها أبدا. مشكلته مع أمه، ما كان عنده أخلاق طيبة مع أمه، كان يرفع صوته عليها، ربما ضربها بيده. شوف مصيبة حقيقة. هذه الأم واحد لازم يقبل حذائها، يقبل تراب أقدامها، يحترمها. فهمت كيف؟ هكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هل له أم؟ الرسول عارف. وإذا امرأة واقفة قالت أنا أمه يا رسول الله، خلف النبي، الرسول جالس وهذا الشاب رأسه في حجره، فقال لها كيف رضاك عنه؟ قالت يا رسول الله أنا غاضبة عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولم؟ قالت لأنه شتمني وضربني وألقاني في التنور فاحترق صدري. مع ذلك اسمع، شوف، مع ذلك الرسول قال لها الآن هو يعالج سكرات الموت، إذا أنت ترضين عنه، لأن إذا ما رضيتي هذا غضبك يطول عليه
وبعدين يشعل قبره نارا إلى يوم القيامة. فأنت توافقين؟ صارت تبكي. تعرف شلون صارت تبكي. قالت رضيت عنه يا رسول الله. في تلك اللحظة الرسول قبل كان يسأل ماذا ترى؟ قال أرى شبحا أسود مقبل علي بيده كذا. قال الآن ماذا ترى؟ قال يا رسول الله أرى شابا حسن الخلقة جميل له عطر له رائحة، بدأ يقترب مني ثم فاضت روحه على حجر النبي. هنيئا له. يعني هاي وصل وين؟ يمكن عنده أعمال أخرى ما معروفة اللي جعلت الرسول يحضر عنده ويستشفع لأمه ويستشفع وكذا وشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك سيئاته كانت، فذهبت لما رضيت الأم ذهبت السيئات وهاي الحسنات جاءت. فإذا واحد يشدد في البيت حبيبي، عندك داريها، عندك أب التفت إليه، عندك بنات، من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات فاتقى الله فيهن، اتقى الله فيهن تقوى، وأحسن صحبتهن، يعني تحسن الصحبة مع هالبنات. الرسول يقول كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. اسمع المعنى الكبير.